إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تقول لي أبو خالد أنا أبي المطعم الفلاني، أعطيك اللوكيشن، تروح يمين يسار، وين توصل؟ المطعم، صحيح؟ طيب لما الله سبحانه وتعالى يقول لك إن الله هو الرزاق، أنت تريد رزق؟ تريد رزق؟ إيه؟ إذا وين تروح؟ لله يعطيك الرزق، لله يعطيك الرزق. طيب كيف أحصل على الرزق؟ أو خلني أكون صريح معك، كيف أحصل على المال؟ كيف أحصل على المال؟ الله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيش؟ بأموال، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طيب إذن ما هو أوسع أبواب الرزق؟ الاستغفار. الاستغفار ارتبط بالله عز وجل. أحد الصحابة يقول همني دين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم علم دعاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما عن من تشاء ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. السلام. ويوسف خلني الآن أقرأ لك هذا الدعاء الجميل وخل المشاهد يتفاعل معه بقلبه وجوارحه وروحه. قل اللهم مالك الملك، لا مالك حقيقي إلا الله. شوف، كل ما نملك نحن هو ملك مؤقت وفي نفس الوقت ناقص، وفي نفس الوقت عارية، يعني أمانات، يعني أنت في الحقيقة ما عندك شيء. إن اشتريت، اشترى في العقد، اشترى ميت من ميت أرضا، صحيح؟ كنا جالسين مع أحد الأخوة في دولة عربية، فكنا نتكلم عن الأراضي وكذا، فيقول أنا دخلت مع مجموعة من الشباب نبيع ونشتري أراضي، فيقول وبعض الأراضي أحيانا الدولة عندها مشاريع فيها ولا شيء، فلو عندنا هذه المعلومة قد نشتري الأرض ونكسب فيها بعدين إيش؟ ملايين. يعني مثلا الأرض عادية ممكن تكون تجارية، طيب هذه المعلومة عند مين؟ عند شخص معين. فيقول وإحنا تونا شباب يعني ونبي نكسب، يقول هذا درس تعلمته من هذا الرجل. يقول زرنا واحد مسؤول، قلنا له والله احنا نبي نشتري أراضي وكذا ونتاجر وعندنا رؤوس أموال وكذا، ونبي تنصحنا يعني وين نشتري وين ما نشتري، يعني عرفت يعني بطريقة غير مباشرة. فقال لي يقول طالعنا كذا رجل مسن، قال ابشر إن شاء الله، وراح جاب لنا دفتر سندات، يقول قال شوفوا هذه الأرض اشتراها فلان سنة كذا، اشتراها من فلان اللي ميت من سنة كذا، هذا الميت اشتراها من فلان الميت سنة كذا، وهذا الميت اشتراها من فلان سنة كذا، وهذا الميت اشتراها من فلان، وهذا الميت وهذا الميت، وأنا بعد فترة راح أموت ويجي واحد ثاني يمسك هذا الدفتر. هذه أمانات، لأني راح أموت أنا خايف، فلازم أحافظ على هذه الأمانات. شفتوا كم واحد مات اللي ملكوا هذه الأراضي؟ فأي شيء تملكه في الحياة، يقول هذا درس عطانا، أي شيء تملكه في الحياة هو ناقص وهو عارية وهو جزء ما تكتمل لأحد. هذه الأجزاء، هذه النواقص، هذه إحنا عشنا فيها وكأنها كاملة وكأنها دائمة وكأنها،
اتعب نفسك، لن تدوم لك. أعلى منصب في الدنيا إيش؟ هذا سؤال لك. أعلى منصب في الدنيا رئاسة دولة، صحيح؟ أن يترأس الرجل دولة. طيب ترأس دولة، عندك خيارين لا ثالث لهما، إما أن تذهب الرئاسة عنك أو أن تذهب أنت عنها. هذا أنا أكلمك عن أعلى منصب في الدنيا ممكن أي إنسان يصل له. وصلت وأصبحت رئيس دولة، بعد اعمل حسابك، هذه دائرة اختبارك، وقد تذهب عنك أو تذهب أنت عنها. والدليل وين اللي قبلك؟ أنا شيخ الآن بعمري وعمرك، كم رئيس غادروا الحياة على حياتنا؟ ما كانوا رؤساء؟ هل بقيت لهم الرئاسة؟ هل بقي لهم الملك؟